مع الهاتف حسن الشامي ظهير ايسر فريق سموحه. حسن الشامي مساء الخير. مساء الخير يا فندم، ازيك يا استاذ محمد؟ اهلا بيك. قول لي فعلا في بدات مفاوضات بين سموحه او بينك وبين النادي الاهلي؟ والله يا استاذ محمد، انا بعد ماتش الزمالك في وكلاء كتير قوي اتكلموا معايا بشكل رسمي يعني، انما بالنسبه لموضوع الاهلي، وكان في بدايه السيزون ده كان فيه اهتمام من مسؤولين الاهلي ان هم بيتابعوني خلال الفتره دي، زي اي لعيب بيبقى ماشي بصوره كويسه في فرقته. نعم. معظم الانديه الكبيره بتبقى حاطه عينيها عليه، فبيكلموا ان هم متابعينه ولازم يبقى كويس الفتره دي عشان لو في نصيب يتم انتقاله لاحد الانديه الكبيره دي. فالكلام ده كان في بدايه السيزون، كان في كذا نادي بعت فكسات رسميه للنادي عندنا، والنادي عندنا طبعا صمم ان انا استمر. وانا في يناير اللي جاي كان عقدي هينتهي، فموضوع التجديد اجلته شويه بحيث الواحد يعمل موسم كويس السنه دي وربنا يكرم يعني الفتره الجايه. بالنسبه لموضوع الاهلي، كان تاني يوم مباراه الزمالك، احد الوكلاء الكبار في مصر اتكلم معايا، وهو هو اللي كان كلمني عن موضوع الاهلي قبل كده، وهو تربطه علاقه كويسه جدا بمسؤول النادي الاهلي، فهو اتكلم معايا وقال لي ما توقعش لاي نادي او تخلص، لانه كان عارف ان في انديه ثانيه كلمتني وقعدت مع الناس كده، بس ما ينفعش امضي لان انا لسه في يناير اللي جاي، هبقى في يناير اللي جاي. من انا حد من الاداره او حد من المسؤولين او حد من الجهاز اتكلم معايا كلمني، ما فيش حد فيهم كلمني. اللي كلمني احد الوكلاء الكبار، مش هينفع اقول اسمه يعني، هو تامر النحاس، يعني ما دام مش هتنفع تقول اسمه. فالمهم ان هو اتكلم، الوكيل اتكلم معايا وقال لي ان احنا نروح نقعد مع الناس برضه قلت لك تامر النحاس، ما تقولش الوكيل بقى، قول بقى مثلا كابتن تامر كلمني نروح نقعد مع الناس. والله يا استاذ محمد، انت طبعا ما فيش حاجه تستخبى عليه خالص، بس انا مش هينفع اتكلم في النقطه دي. تمام. طب المفترض ان انت يعني من حقك التوقيع في يناير، لكن ربما ان سموحه هيحتاج يستفيد منك ماديا، انه ممكن من الموسم الجديد تنتقل. لانه عشان تاخد مقابل، يعني مقابل مادي كويس يعني. تمام. هل انت استشرت مثلا مسؤول سموحه؟ والله يا استاذ محمد، هو في بدايه السيزون ده كان جاي عرض كويس جدا لمسؤولي سموحه، وكان عرض كبير جدا للنادي يعني، والناس اتكلموا معايا، وانا صعدت مع الفريق السنه اللي فاتت، ويعتبر عملت حاجه كويسه للنادي. والسنه دي برضو انا قلت ان انا نفسي ان انا ده اول سنه لسموحه في الدوري الممتاز، فبتمنى ان احنا يعني احنا دلوقتي طبعا ما ينفعش الكلام في انتقال اهلي او زمالك او بره. تمام، لان الموقف حتى من سموحه متأزم في الجدول، وان شاء الله صعب جدا، ما ينفعش اي لعيب فينا يقول ان شاء الله تتخطوا الموقف الصعب ده. لكن قول لي انت كام سنه يا حسن؟ انت كام سنه؟ انا امشي، حتى لو مشيت من سموحه امشي وسموحه في الدوري الممتاز ان شاء الله. قول لي انت عمرك كام سنه يا حسن؟ انا 26 سنه. بدايتك كانت مع مين بقى؟ انا بدايتي خالص كنت في شباب الليل. نعم. وبعد كده انتقلت لنادي بيلا، قعدت 5 مواسم في نادي بيلا، وبعد كده سموحه اشتراني من نادي بيلا، وبقى لي 4 مواسم في نادي سموحه يعني. انت كنت مع نادي بيلا مع الاستاذ حسن عبد الفتاح رئيس النادي؟ لا، كان الاستاذ ابراهيم محرم كان هو رئيس النادي. ما لحقتش انت الحسن عبد الفتاح؟ لا ما لحقتش الصراحه. هيبقى ضيف معايا بعد شويه، فكنت اساله عليك. انا كان الاستاذ ابراهيم محرم هو رئيس النادي. انا بشكرك جدا كابتن حسن الشامي ظهير ايسر نادي سموحه، واللي اعترف بان هناك مفاوضات، وان كانت بشكل غير رسمي اجريت معه من خلال تامر النحاس وكيل اللاعبين للانضمام الى النادي الاهلي.